السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأشكر حضراتكم على اشتراككم عندي في القناة، وأتمنى أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله بإذن الله. جمعة طيبة ومباركة عليكم جميعا إن شاء الله بإذن الله، وربنا يجعلها جمعة سعيدة عليكم جميعا إن شاء الله بإذن الله. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا جدا جدا، أتمنى من حضراتكم تتابعوني لآخر الفيديو، وعندنا كلام مهم أتمنى من حضراتكم ترد عليا وتقول لي ارائكم في الكلام اللي احنا هنقوله ان شاء الله باذن الله. هنتكلم بدايه على معسكر النادي الاهلي، والمعسكر بنسبه 100% معسكر ناجح جدا جدا جدا. ومن فتره كبيره جدا الاهلي ما قدرش يعمل معسكر كده متجمع للعيبه يقدر يعد فيهم اللعيبه بدنيا، ويقدر يحط الخطط الجديده للمباريات والبطولات اللي الاهلي هيشترك فيها الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله. النهارده وصل للمعسكر الكابتن محمود الخطيب، وصل بسلامه الله، وهيتابع اللعيبه ان شاء الله باذن الله وعن قرب، ويشوف الخطط الجديده ويشوف تجهيز اللعيبه ان شاء الله باذن الله اللي لسه منضمه، واللعيبه القديمه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. طيب النهارده الاهلي عرض امام عاشور واكرم توفيق وكريم فؤاد على الدكتور اللي عمل لاكرم وكريم فؤاد العمليه بتاعه الرباط الصليبي، والدكتور قال على الثلاثه اللي هم سلام بنسبه 100% سلام وجاهزين طبيا اللي هم يقدروا يشتركوا في التدريبات الجماعيه. ان شاء الله باذن الله من بكره هيقدروا يشتركوا في التدريبات الجماعيه سنه سنه كده، وباذن الله ان شاء الله باذن الله نشوفهم في بدايه الموسم. وان شاء الله باذن الله امام عاشور هيقدر يشترك في مباراه الكاس السوبر اللي هتكون يوم 15/9 ان شاء الله باذن الله، هتكون في السعوديه. وان شاء الله باذن الله نتمنى للاهلي الفوز وحظ البطوله باذن الله. طيب النهارده الاهلي اعلن بتمديد عقد محمود متولي وقفشه، واللعيبه طلعت اتكلمت وابدوا سعادتهم عن تجديدهم للنادي الاهلي واستمرارهم في النادي الاهلي لمده 3 مواسم. والاهلي النهارده اعلن برضو عن ارقام التيشيرتات الجديده بتاعه اللعيبه، وامام عاشور هيلبس رقم 22، رضا سليم بالموسم الجاي هيلبس رقم 12، احمد عبد القادر هيلبس رقم 11، وصلاح محسن هيلبس رقم 9 ان شاء الله باذن الله. طيب الكلام كتير وكلام رايح جاي على المهاجم. انا قلت لكم بنسبه 100% ان شاء الله باذن الله هيكون في مهاجم في المعسكر بتاع النمسا ده خلال 24 ساعه 48 ساعه. الاهلي ان شاء الله باذن الله هيعلن عنه. لو ما كانش سوزا هيكون لعيب افريقي بيلعب في الدوري البرتغالي، بس للاسف الاهلي عامل كده ضبابه على اسمه، ومفيش حد الا 2 3 بالكتير قوي في النادي عارفين اسمه، ومحدش عايز يقول على اسمه. ان شاء الله باذن الله لو وصلنا المعلومه فيه جديده هنقدر نقولها لحضراتكم. طيب المشكله بتاعت المنتخب مصر واللعيبه الاربع لعيبه اللي منتخب مصر عايزهم، اللي هو هاني محمد هاني والشناوي ومروان عطيه ومحمد عبد المنعم. اللعيبه دي اللائحه بتاعه الاتحاد المصري بتنص على ايه؟ لازم الاتحاد المصري عشان لو عايز لعيبه من اي فريق للمنتخب لازم يبعت لهم قبلها ب 15 يوم. دي نقطه متاخده على الاتحاد المصري، والاهلي يقدر ينفذ الكلام ده على اللائحه ويقدر ما يبعتش اللعيبه. بس الاهلي مش عايز يعمل كده. الاهلي عايز يتفق مع الاتحاد المصري ومع كابتن فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اللي هم اللعيبه ممكن لو راحوا يلعبوا مباراه اثيوبيا ويرجعوا تاني ينضموا للنادي الاهلي والمعسكر بتاع النادي الاهلي عشان مباراه يوم 15 المهمه جدا جدا، لان المباراه دي هتكون على كاس سوبر وبطوله افريقيه، وان شاء الله باذن الله نتمنى الاهلي يحصدها باذن الله. طيب الكلام ده لسه برضو الاهلي مرسيش مع المنتخب على الموضوع ده، ولسه في كلام رايح جاي ما بين الاهلي وما بين اتحاد الكوره. نتمنى ان شاء الله باذن الله اللعيبه اذا كانت تنضم للمنتخب ان شاء الله وتلعب مباراه اثيوبيا، ربنا يحفظهم ان شاء الله من الاصابات، لان اللعيبه دي طبعا الاهلي محتاجها بنسبه 100%، لان اللعيبه دي اساسيه في النادي الاهلي، محتاجينهم جدا في البطوله دي ان شاء الله باذن الله، ونتمنى لهم الخير والتوفيق ليهم وبقيه المنتخب ان شاء الله باذن الله، ونتمنى للمنتخب الفوز. المعسكر اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع النمسا ده، مستر كولر متابع اللعيبه الصغيره ومتابع
زعلوق، محمد زعلوق، ده مهاجم صغير كده بيلعب في الناشئين النادي الاهلي. كان الاهلي مشتريه السنه اللي فاتت من وادي دجله، والراجل ده كولر بيتكلم عليه بطريقه كويسه جدا، وشايف فيه ان شاء الله باذن الله اللي هو خلال سنين قريبه جدا، موسم او موسمين، هيكون هو راس حربة اساسي في النادي الاهلي مع كهربا ومع الراجل الجديد اللي هيجي. اتكلمنا على النادي الاهلي، واتكلمنا على تجديد قفشه وتجديد متولي، واتكلمنا على المعسكر، ونتكلم بقى دلوقتي على نادي الزمالك. طب نادي الزمالك عمل النهارده حاجه كويسه جدا جدا جدا، و يعني كان المدير الفني بتاع نادي الزمالك احنا عارفين اللي هو ليه مستحقات متاخره كتيره جدا. الزمالك النهارده صرف للراجل المدير الفني المستحقات بتاعته كلها كده، الراجل ملوش ولا شهر متاخر، وكده الراجل هيقدر يبدا المعسكر بتاع نادي الزمالك مع اللعيبه باذن الله، ان شاء الله باذن الله يكون مرتاح نفسيا بقى، ونقدر نشوف باذن الله الزمالك الايام الجايه يكون في حاله كويسه. طيب الزمالك واللجنه الثلاثيه في اجتماعات مستمره مع بعض، وفي اجتماعات عملوا كذا جلسه كده مع فتوح لاقناعه بالتجديد لنادي الزمالك، بس لسه فتوح ما خدش القرار النهائي اذا كان هيجدد لنادي الزمالك ولا هيتنقل لنادي تاني، لان احنا عارفين اللي في كلام ما بين النادي الاهلي وما بين فتوح، ولسه الراجل بيفكر بنسبه كبيره جدا. وحصل برضو جلسات مع زيزو بيشوفوا اذا كان زيزو يقدر يكمل في الزمالك ولا هيروح نادي الشباب السعودي. انا شخصيا اتمنى لو زيزو راح النادي الشباب السعودي هيقدر يفك مشاكل كتير جدا ويحل مشاكل كتير جدا لنادي الزمالك. يعني لو اتباع ب 8 مليون دولار او ب 10 مليون دولار هيقدر الزمالك يسدد الفلوس اللي عليه ويفك عمليه القيد دي، والزمالك يقدر يشتري لعيبه كويسه برضو باثمان كويسه ويقدر يضمها للفريق بتاعه، ويقدر يبدا الموسم الجديد بفريق كويس، فريق مكتمل، لان الزمالك عنده نقص كده في كذا مركز، نتمنى باذن الله اللي هو يكملهم، لان اتكلمنا كتير جدا في الموضوع ده، وقلنا الاهلي والزمالك هم قطبي الكره المصريه، والكوره من غير الاهلي ومن غير الزمالك ولا لها اي لازمه في مصر، لان بنسبه 99% من مشجعين الكوره في مصر بيشجعوا اهلي وزمالك. نتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق لنادي الزمالك، ونتمنى له الخير ان شاء الله. وفي النهايه بشكر حضراتكم لحسن المتابعه، وبشكركم، وان شاء الله تكون جمعه طيبه عليكم جميعا باذن الله، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.